عايزه حقي. قضايا الخلع ما بتنتهيش، ستات كتير بتلجأ للخلع، ولكن ما بنعرفش معلومات كتير عنه، وما بنعرفش ايه الاجراءات اللي ممكن بتتم. عشان كده هنتكلم في الفقره دي كتير عن قضايا الخلع، عشان منورنا سياده المستشار القانوني وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستوريه العليا، واللي هيكون معانا كل يوم خميس في عايزه حقي. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور، اهلا بحضراتكم واهلا بكل الساده المشاهدين. سياده المستشار، احنا هنكون مع بعض كل يوم خميس، بس عايزين كده يكون عندك سعه صدر لكل الرسائل اللي الستات هتبعتها، ونحاول نجاوب عليها ان شاء الله، لان في اسئله كتير باذن الله ربنا يقدرنا ان شاء الله. طيب سياده المستشار، احنا عارفين ان دلوقتي قضايا الخلع في ستات كتير بتلجأ ليها. اولا يعني ايه قضيه الخلع؟ ويعني ايه ان الست في الخلع لازم تتنازل عن كل حاجه عندها؟ ممكن بقى تفهمنا ببساطه لكل ست، ان شاء الله ما يبقاش في حد ناوي على الخلع، ولكن لازم احنا نفهم كستات بشكل مبسط. طيب ببساطه عشان الستات تفهم، ايوه، والرجاله برضو عشان هنقول شويه حاجات كده ليهم بسيطه قد يجهلها البعض. يعني الطلاق للخلع هو نوع من انواع الطلاق. القاضي بيحل محل الزوج في اطلاق الطلاق على الزوج، في مقابل انها بتبريه من جميع حقوقها الشرعيه. يبقى شرط اساسي دلوقتي ان انا عشان ارفع دعوى خلع ببري الزوج من جميع الحقوق الشرعيه، اللي هي عباره عن المؤخر ونفقه العده ونفقه المتعه. شرط كمان اساسي ان انا ارد المهر بتاعي. المهر ايا كان بقى اللي كان يعني خدته الزوجه في التوقيت اللي هي كتبت فيه الكتاب، لابد انها ترد المهر عليه عشان يصبح الطلاق للخلع طلاق صحيح. هو ده معنى الطلاق الحل. يمكن مثلها الممثل الجميل هاني رمزي. ففعلا جمله اخشى الا اقيم حدود الله دي جمله اساسيه في دعاوى الطلاق للخلع. يمكن في جلسه من الجلسات القاضي بيطلب حضور الزوجه بشخصها عشان يسالها مخصوص في الجزئيه دي، يعني قادره تكملي ولا مش قادره، ومصممه على الطلاق ولا مش مصممه. طب خليني اسالك، دايما الستات بتحب القايمه بتاعتها قوي وبتبقى متعلقه بيها ومتمسكه بيها. هل قايمه المنقولات شرط اساسي من الخلع ان انا اتنازل عنها؟ لا للاسف، هو قايمه المنقولات ملهاش اي علاقه خالص بالخلع، لانها بتعاد يعني عقد من العقود المنفصله. هي مجرد ورقه الزوج مضى عليها تسلم على سبيل الامانه المنقولات دي. فبالتالي بيحكمها نص تاني او قانون تاني خالص. ولكن احنا عندنا بقى جزئيه اختلفنا فيها كتير، ويمكن انا اتكلمت فيها كتير على الصفحه عندي ومع بعض القنوات برضو كنا بنناقشها. العرف جرى على ان الزوجه لما بتتزوج المفروض الشرع بيقول انها تاخد مهر. فاحنا جرى العرف عندنا ان الزوجه بدل المهر ده بتساهم في الجهاز، والزوج بيجيب بدل ما يدي لها مبلغ مهر ايديها في ايديها كده بيجيب بيه منقولات. حلو. وبيكتب قايمه المنقولات دي. اوكي. وفي نفس الوقت المفروض شرط اساسي ان انا عشان يكون الطلاق للخلع طلاق صحيح شرعا انها ترد المهر. طب انا ما المهر ده اللي هو تحول الى قائمه المنقولات، احنا الاثنين جايبينها، هل كل واحد ياخد حاجته؟ الله ينور عليك. يبقى المفروض ان انا الزوجه عشان يكون طلاقها صحيح ترد المهر اللي هو المنقولات اللي هو الزوج جابها لها. لكن اللي هي جابتها خلاص هو الزوج بيمضي عليها على سبيل الامان. يبقى انا المفروض دلوقتي ارد المهر بتاعي اللي انا خدته اللي هو المنقولات. في بعض السيدات بتاخد مهر تاني، يعني ممكن بيجي لها شقه، ممكن بيجيب لها عربيه، ممكن يكتب لها حاجه فيلا بقى ولا يخت بقى، يا سلام. ربنا يبارك للناس اللي فدولت لازم يردوا الحاجه اللي خدوها كمهر، وهم عارفين كويس جدا هم قبضوا مهر ايه. حتى لو ذهب، لو في ناس بتجيب المهر ذهب ترجع الذهب برضو؟ طيب هو الذهب ده دلوقتي المفروض عرفا ان هو جاي من ضمن المهر. ليه؟ لانه بيتكتب في قائمه المنقولات. ان هو لو هديه ما كانش اتكتب في قائمه المنقولات. صحيح. فاصبح انا عرفا دلوقتي يعني تعرفنا على ان انا بجيب الاول الذهب وبعد كده بجيب العفش وبكتبهم في قائمه منقولات. اصبح ده هو المهر بتاع الست اللي انا بتجوزها. هتخلع ترد لي الحاجه دي بقى كلها. طيب سياده المستشار، ايه اغرب موقف قابل حضرتك في قضايا الخلع؟ وكمان عايزين ننوه ان هننزل البيج بتاعت حضرتك على فيسبوك عشان اي حد عايز يتواصل مع سيادتك يتواصل من خلال صفحه الفيسبوك. طيب هو اغرب حاجه شفتها في قضايا الخلع موقف يعني حزين جدا يعني للاسف. كان شخص متزوج من واحده ومخلف عادي وشغال في الخارج، مدير مجموعه فنادق في ابو ظبي. على مدار 22 سنه كامله في الخارج. طبعا كل الفلوس كان بيحولها شقق، عربيات، فيلا، ايا كانت. الله. عايشه عيشه جميله جدا. لما كانت بتحب هو ينزل اجازه، لا كانوا هم بيروحوا له وبعدين يرجعوا. لحد ما فكر ان هو ينزل في مره من المرات. نزل وكانت المفاجاه ان الست دي اترفعت عليه دعوه خلع من غير ما يعرف، وتحصلت على حكم بالخلع، واتجوزت من شخص تاني، وباعت كل املاكه بموجب توكيل رسمي عام كان هو عامله لها.
انتهى يعني بيه بقى هي المطاف ايه ده، هدي لك المفاجاه خلعته بتاعته. واتجوزت كمان واتجوزت، هو ما كانش يعرف كل ده. بقدر. وفي تاريخ ما هو اصلا قبل ما ينزل بحوالي شهرين كان محول لها حوالات بالدولار عشان تصرف على الولاد. واخدت كل الفلوس دي؟ كل حاجه، حتى نهار أبيض. بعد ما خدت حكم بالخلع كان ما زال بيصرف عليه. يعني كانت المفاجاه بالنسبه لنا لما جالي شخص مكتبي، يعني انا شفته على الكاميرات في حد عايز يقابلك، يعني شخص لابس جلابيه ومطرب وزعبوط. فلما ادى الكارت السكرتاري عني ودخل الكارت فلان مدير مجموعه فنادق كذا، فانا حسيت في حاجه غلط. فقعدت معاه. جاي منين؟ جاي من المقابر، يعني بقى ساكن المقابر ساعه ما رجع. فحكى لي قصته. مفيش مكان يسكن فيه مفيش مكان، لقى شقته متباعه، لقى كل حاجه متباعه، حتى كل فلوسه كان بيحولها اول باول. فلما قعد معايا وحكى لي القصه بتاعته، يعني تصورت ازاي يكون في حاجه، يعني حد عنده قلب بالشكل ده، ان هو يسكن المقابر معهوش اي جنيه ان هو ياكل ويشرب، فجاي عشان نشوف حل. زي اللي بنشوفه في الافلام، انها كيدهن عظيم للاسف للاسف ده حصل وقبلت كل حاجه. فدي يعني سلبيه من سلبيات الخلع، لان الخلع هو الحكم الوحيد على مستوى الجمهوريه نهائي لا يجوز الطعن عليه. يعني بيصدر الحكم بالطلاق بالخلع، خلاص ما فيش طعن عليه بالاستئناف ولا بالنقض ولا باي حاجه. وفي نفس الوقت يعني الموقف اللي بحكي عليه دوت، الزوج دوت كل الاجراء اللي نقدر نعمله له، رفعنا دعوه ببطلان حكم الطلاق. ليه؟ على اساس ان كان في خطا اجرائي، ان هو ما تمش اعلانه، وبالتالي ما علمش ان في قضيه مقامه، فبالتالي من حقه انه يطعن في الحكم الصادر واعتباره كعدم مساواه. لسه متداوله القضيه ديت يعني. فده كان اغرب حالات الخلع اللي شفناها للاسف بالنسبه للزوج. تتعمل فيلم سينما. فعلا. طب خليني اسالك بقى يا فندم، هل حقوق الاطفال بتتاثر بموضوع الخلع؟ يعني انا لو اتنازلت انا عن حقوقي كزوجه، ولادي هتتاثر بقى موضوع الحضانه والمسكن والنفقه والمصاريف والمدارس وغيرها؟ لا خالص، الاطفال حقوقهم مستقله بذاتها خالص، بعيدا عن حقوق الخلع او الزوجه. لان الخلع ده بيرتبط بالشخص اللي هو هيطلب الخلع اللي هي الزوجه. فبعد ما بتنفصل وحقوق الشرعيه كلها بتبدا ان هي تتنازل عنها للزوج في مقابل الطلاق، بيخش بعد كده حقوق الاطفال. فهي المسكن في الاول بنقول عليه مسكن زوجيه لانها كانت زوجه، ولكن بعد الطلاق اسمه مسكن حضانه، لانه ما بقاش بتاعها هي دلوقتي، بقى بتاع الاولاد. فمسكن الحضانه من حق الاطفال لحد ما يتم سن ال 15 سنه، هي بتكون مستقله بيه بذاتها. بس في بقى يعني شويه حاجات يغفلها القانونيين حتى كمان، يعني بخصوص الخلع، او معلومات كده سريعه زي ما احنا متعودين كل حلقه نقول شويه معلومات متداريه. اللي بتطلب الخلع لا يحق لها انها تاخد نفقه. بمعنى ايه؟ اول ما يتم رفع دعوى الخلع بيسقط حق الزوجه في طلب النفقه من تاريخ رفع الدعوه. نفقتها هي، نفقتها الشخصيه. اوكي. ليه؟ لان الاصل في طلب الخلع ان انا ببريك من كل اللي على يعني مش عايز منك حاجه من الاخر يعني. اوكي. فبالتالي من تاريخ تقديم الدعوه للمحكمه بيسقط حقها في طلب النفقه. ده لو لسه هترفع. طب لو رفع وبتاخد نفقه هيقف برضو دفع النفقه من تاريخ طلب الخلع. طب لو ما قالتش وفضلت تاخد نفقه ورفعت دعوه خلع وخدت حكم بالخلع، من حق الزوج انه يرجع عليها بدعوى طلب رد ما تم دفعه بغير حق. اوكي. وياخد كل اللي تم سداده من تاريخ رفع دعوى الخلع. دي معلومه يمكن يعني يجهلها ناس كتير. طب انا عايزه اسال حاجه في موضوع الخلع ده سياده المستشار. يعني دلوقتي اي ست عايزه ترفع قضيه خلع، المحكمه بتوافق لها على طول، ولا امتى يسقط الخلع يقول لها لا مش هينفع انك انت نرفع لك القضيه دي؟ لا، هو المحكمه بتوافق لها على طول طالما استوفت الشروط. ما هي الشروط؟ ده سؤال مهم جدا. بالظبط كده يا فوزي، ده اللي انا عايزه اعرفه فعلا. بسيطه خالص يعني، اخشى الا اقيم حدود الله وترجع المهر اللي خدته. بناء على كده حدود الله. هل فعلا موضوع هي العلاقه الزوجيه بين الراجل وزوجته، ولا حدود الله بتتعامل في كل حاجه؟ مثلا ان هذا الرجل مثلا بخيل جدا عليها وهي محتاجه تصرف بطريقه معينه، الراجل ده بيتطاول عليها مثلا يا دينا، بيضربها بيهزقها، ولا حدود الله هي المقتصره على العلاقه الزوجيه بين الزوج وزوجته؟ الست هي صاحبه الحق الوحيد اللي تقرر ايه اللي جواها، ايه اللي مضايقها بالظبط. اوكي. ولكن ما بنتعرضش ليه حتى ان احنا نفنطه. هي الجمله شامله، انا مش قادره اكمل مع الشخص ده ومش قادره ان انا اعاشره معاشره الازواج. في الحاله دي خلاص انا يعني بطلب الخلع بناء على ان انا ببريه من حقوقي الشرعيه وبرد له المهر. طب في موقف اللي حضرتك قلته في البدايه، الاغرب موقف الست اللي هي الزوج ما يعرفش وانها اتطلقت واتجوزت حد تاني وهو ما كانش يعرف. طيب هي كده بتبقى متجوزه اتنين، ولا خلاص باعلام المحكمه ان هي بقت طالق خلاص يبقى هي كده مطلقه؟ يعني ايه الموقف هنا؟ هو القانوني والشرعي برضه ان القاضي بيحل محل الزوج في لفظ الطلاق.
فلما بيصدر حكم بالطلاق اصبح كده الزوجه دي طالق، بدليل كمان ان اي طلاق حتى لو حكم الخلع بالطلاق له عده، يعني هي بعد ما بتطلق عن طريق المحكمه بالخلع لها عده زيها زي اي مطلقه عادي خالص، لان القاضي حل محلها. فالجزئيه اللي حضرتك بتسالي عليها بقى اللي هي خدت حكم من غير ما هو يعرف، بالظبط، هو ده يعني شرعا مش عايز اتطرق ليها، لها اهل العلم، ولكن برضو انا المفروض كزوج عشان الطلاق بتاعك للخلع يكون صحيح تكوني رديتي عليا المهر بتاعي. فهو خدت حكم اصلا من غير ما هو يعرف، فانا لا شفت مهر ولا شفت حاجه تردت لي، فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه الناحيه القانونيه، لان الخلع لا يجوز الطعن عليه، فما قدامناش غير ان احنا نرفع دعوه ببطلان حكم الخلع للاخطاء الاجرائيه اللي هي عدم الاعلان. اوكي، طيب سياده المستشار، هل كل مشاكل وقضايا الخلع بتوصل المحاكم، ولا احيانا بيحصل عن طريق سيادتك مثلا بعض القعدات الوديه، ان هي انا هاجي لحضرتك وزوجي وهقول لك انا تنازلت عن كل حقوقي، وبيتم الاتفاق عن طريق حضرتك وبيحصل الخلع؟ وامتى بشوف انا ناس حواليا قريبين المساومه من الزوج، انت عايزه تخلعي مش عارفه مش هصرف على، انت عايزه تخلعي انا هاخد العيال، دايما بتبقى الاطفال هي نقطه الضعف. هو بالفعل يعني اي قضايا احوال شخصيه او فيها علاقه زوجيه بنحب دايما ان احنا نكلم جميع الاطراف، يعني لو جت الزوجه حتى بنطلب ان احنا نتواصل مع الزوج، ولو جه الزوج حتى بنطلب نتواصل مع الزوج. اذا ربنا قدرنا ونحل ودي فبيكون ده عن طريق محكمه الاسره. في حاجه اسمها لجان فض المنازعات الاسريه، بنتوجه بطلب قدامهم وبنقعد الطرفين في حضور اخصائي نفسي واخصائي قانوني، وبيتم صياغه جميع الاتفاقات اللي اتفقنا عليها، رؤيه الاطفال، النفقات، الطلاق هيتم ازاي، بالخلع، بالابراء، باستلام المنقولات، ونطلق وننهي الموضوع ودي، وبعد كده بيكملوا الحقوق الشخصيه الخاصه بالاطفال. ده النطاق الودي. ما كانش في نطاق ودي وما اتفقناش خلاص بنلجا للمحاكم، واصبح الخلع دلوقتي يعني من 4 ل6 شهور خلاص بتتخلع، مش مستنيه قضيه مضمونه للاسف، قضيه مضمونه مضمونه وسريعه. بتكلم كراجل كراجل للاسف، كستات متضايقه عايزه تنفصل ممكن يكون لا مبروك عليهم، ده حل يخلعوا على طول ويريح نفسه. سياده المستشار يا ريت كده تقول لنا نصيحه لكل زوج وزوجه، او كل زوجه عايزه تعمل خلع، او ايه النصايح اللي من وجهه نظر حضرتك ان توجهها لاي زوج وزوجه؟ هو طبعا الست اللي حابه تخلع يعني مش عايزها تلجا لحاجه زي كده غير لما تكون وصلت لمرحله ان هي فعلا مش قادره انها تقيم حدود الله مع جوزها. وفي نفس الوقت احب اقول للزوج اللي هو لا زوجته خلاص بتتكلم انها طالبه الطلاق للخلع، عايز اقول له اخلع، ما تستناش بقى المحكمه تخلعك وخلاص، واتفق معاها ودي وانهي العلاقه الزوجيه بكل شياكه. طب قبل ما نختم الفقره دي، هل في حاجه زي الخلع للرجاله؟ يعني الراجل لو كاره حياته مع الست دي ومش عايز يكمل معاها ما هيطلقها، روحي وانا مش عايز منك اي حاجه وخدي كل حقوقك، في حاجه كده في القانون؟ بص، هو الموضوع ده فيه ازمه كبيره جدا. هو طبعا الشرع ادى للزوج الحق ان هو يطلق، ولكن انا لو اطلقت لفظ الطلاق دلوقتي على الزوجه ده بيرتب عليا حقوق شرعيه كتير، واهمها القايمه. فكل الناس دلوقتي حتى لو جوزها يعني هي مطلعه عين جوزها هيخاف ان هو يطلق، فهيطلع عينها لحد ما هي تخلع عشان ما يخسرش القايمه، عشان القايمه وعشان المتعه والعده والمؤخر، لان القوايم دلوقتي بقت حاجه كبيره جدا مش صغيره زي زمان. يعني يا سواد قلبكم يا رجاله. اقل قايمه دلوقتي بكام؟ كل ده انا استحمل كل حاجه مضايقاني من الست عشان خاطر القايمه والحاجات دي. ما هو هيطلق هيدفع كل الحاجات دي، فبيستنى خلاص روحي انت اخلعي. طب سؤال سريع، يعني دلوقتي واحده خلعت جوزها، هل الزوج ممكن يقول لها تعالي بيت الطاعه، يطلبها في بيت الطاعه؟ لا طبعا انتهى الموضوع خلاص، علاقتها الزوجيه كده انتهت. ولو حتى في انذار طاعه معمول اثناء دعوى الخلع اصبح غير ذو قيمه خلاص. مش هتقدر ان هي تكلمه في الطاعه تاني، انتهى دورها يعني معاه. للاسف يا بوسي الوقت خلص، وقت الفقره خلص، ونتمنى يا رب نشوف كل الازواج ما فيش حد يبقى فيه خلع ولا فيه الكلام ده، ولكن عايزين برضو يعني ننبه على الساده المشاهدين ان كل يوم خميس سياده المستشار وليد هيكون معانا في عايزه حقي. اي حد عايز، وصفحه الفيسبوك هي موجوده على الشاشه، يا ريت تبعتوا فعلا كل اسئلتكم طوال الاسبوع على نادي النساء السري، وهنكون احنا كلنا موجودين في استقبال كل استفساراتكم. بنشكر المستشار وليد الفوري المحامي بالنقض والدستوريه العليا، نورتنا يا فندم. نورك، شكرا ليك وشكرا لكل الساده المشاهدين، سعيد بوجودي معاك. ميرسي لحضرتك.